لو حاسس انك ضايع في العربي فما تقلقش، في الفيديو ده هقولك على خطة مظبوطة تلم بيها العربي في 4 ايام بس، وهقولك كمان ازاي تستفيد من كتاب المفاهيم في اللغة العربية وطريقة المراجعة الصح، وايه هي اهم مصادر الحل. اول واهم حاجة ان انت لازم تعرف ان ليالي الامتحان دي مش وقت حفظ خالص، انت اهم حاجة بس ان انت تعرف تحل وتعرف تسترجع المعلومة. خلينا نعرف الاول طرق المراجعة الصح. اولا في مراجعة اي مادة سواء عربي او غيره، هو اهم حاجة الحل. كمان العربي دي مادة لغات فضروري جدا ان انت تحل فيها كتير. تمام، فانت بتسمع الشرح بسرعه وبتحل، يعني عدد ساعات الحل بتكون اكتر من عدد ساعات المذاكره. خلينا نتكلم الاول عن خطه لم الماده. تمام، فانت لو بتسمعني دلوقتي بعد امتحان الفرنساوي اللي هو يوم الثلاث، فانت المفروض ان انت تذاكر حاجات بسيطه زي ايه، زي القصه والتعبير، ودول تقريبا هياخدوا منك حوالي 3 ساعات، ساعتين في القصه وساعه في التعبير لو انت متابع مستر محمد صلاح. لو انت بقى هتبدا من يوم الاربع فمفيش مشكله برضو، انا زي ما قلت لك هم كلهم 3 ساعات فمش هياخدوا من وقتك كتير، بس طبعا لازم تحل عليهم. يوم الاربع بقى هتذاكر نص النحو وهتذاكر البلاغه. طب ليه ما تاخدش النحو كامل؟ لو خدت النحو بالكامل هتزهق جدا في اليوم ده وهتسوف كتير. تمام، اقسمه جزئين، الجزء الاول مستر محمد صلاح شرحه في 5 ساعات، والبلاغه ساعتين ونص تقريبا. في يوم الخميس اللي هو تاني يوم ده انت بتذاكر باقي النحو وبتذاكر الادب كله تقريبا مشروح في 3 ساعات ونص. يوم الجمعه ده خليه للمتحرر، هتحل فيه نصوص وقراءه، واياك تخلي النصوص والقراءه في الاول، لان النصوص والقراءه انت هنا مش ملزم بحاجه، انت هنا بتحل، مش ملزم بمنهج تخلصه زي الفروع الباقيه. فالنصوص والقراءة دول خليهم للآخر، تحل عليهم كم رهيب كده. بقى ما تبقاش غير يوم واحد اللي هو يوم السبت قبل امتحان العربي بدون. اليوم ده عايزك تحل فيه كل الأسئلة اللي تيجي قدامك. تمام، واليوم ده انت مش بتذاكر فيه غير الحاجات اللي وقعت منك، وبتأكد كمان على المعلومات اللي انت حافظها. طيب ايه بقى اهم المصادر؟ اهم المصادر عندك النماذج الاسترشاديه، ده ترتيبها، النماذج الاسترشاديه، بعدين امتحانات السنين السابقه، وبعدين لو انت خلصتهم بتدخل على مراجعات اليوتيوب. عندك مثلا مستر محمد صلاح او اي مدرس عربي انت بتسمعه زي مستر رضا الفاروق مثلا، او اي حد بيبقى عامل ايه، حل للقطع دي وحل لكل فرع من الفروع دي. مش معنى ان انا بقول لك تحل اي سؤال قدامك فتروح تحل في الامتحانات الجزئيه، انا بتكلم على الشوامل، لان الشوامل هي نفس اسئله الامتحانات. توزيع درجات الماده، فانت عندك 55 سؤال ب 80 درجه، 51 سؤال ام سي كيو، واربع اسئله مقالي. الاربع اسئله المقالي 2 في النحو وواحد في القصه وواحد في التعبير. نتكلم بقى عن كتاب المفاهيم وازاي تستفيد منه. هو هيفيدك اكتر حاجه في الادب، في ان هو مجمع لك كل المدارس. تمام، فانت كل المدارس دي انت عامل لها جدول مقارنه وذاكره من دلوقتي. واولا كتاب المفاهيم ده انت لازم تحل منه من كل جزئيه او من كل فرع احنا قلناه، يعني مش لازم تخلص الادب بقى كله وبعدين تحل عليه، لا. خلي البريك بتاعك ان انت مثلا اول ما تزهق مثلا من اول ساعتين، عشان في ناس بتزهق بسرعه، لو زهقت خش على الحل، بتحل بكتاب المفاهيم، فانت تستفيد منه في الادب وهتستفيد منه في البلاغه، وفي النحو تستفيد منه برضه لان هو مديلك الاساسيات بس. عايزك تعرف بقى ان امتحان العربي ده مش صعب خالص، وفي ناس بتقفله كتير جدا طبعا، بس اهم حاجه ان انت تذاكر صح وتحل كتير، بس لا اكتر ولا اقل. اشوفكم في الفيديو الجاي، ولو في اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات وارد عليك. السلام عليكم.